امريكا والتنين ابو عيون ضيقه والدب القطبي. خناقه كده في العالم، مش طبعا على رئاسه العالم، امريكا رئاسه العالم عن جداره واستحقاق، انما خناقه كده عشان في بعض الدول الضعيفه والمتوسطه زي حالاتنا كده متغاظين يا عيني من امريكا وعايزين يغيروها، فعايزين يركبوا مكانها واحد من الاتنين، يا اما الدب القطبي يا اما التنين ابو عيون ضيقه. نوع من انواع الاغاظه يعني، شغل عيال صغيره يعني. المهم، فبتلاقي فيديوهات كتيره جدا منتشره على الانترنت يقول لك ايه: التنين ابو عيون ضيقه يبدا في شراء الذهب فيك من كل العالم وسيقضي على اسطوره الدولار. ناس تانية بقى يقول لك ايه: الدب القطبي يسرق الذهب من السودان ليقوم باغراق النظام العالمي وبهدله الدولار. طبعا انا ببقى قاعد بتفرج على الفيديوهات دي وعمال بضحك. الناس يعني متغاظين من امريكا وعايزين يغيروها باي حاجه بتحصل، حتى لو هيجيبوا يعني ناس فيري 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 باد عن امريكا. يعني الناس التانيين دول اوعى تفكر ان هم جايين يعني ها ده دول هيشرمحوك. المهم، انا ما عايز اسال سؤال دلوقتي: هو انت ليه ما بتيجي تتكلم عن المواضيع دي وعن رئاسه العالم واللي التنين بيعملوا واللي الدب بيعملوا، ليه انت دايما متوقع ان امريكا بتتفرج عليهم وهي عامله كده، حاطه بقى دي على خدها ومستناهم هما بيعملوا؟ انت عبيط يالا. ليه بتفرض الافتراضيه دي ان امريكا بقى قاعده تتفرج عليهم كده، حاطه دي على خدها ما بتعملش حاجه؟ يا واد، امريكا عندها كل الذهب اللي في العالم، اللي منذ بدايه الخليقه عندها، هي مخبيه عندها. ده غير انها اكيد بتشتغل يعني. يا جماعه، ما تخلوش غيظكم من حد يخليكم سلام. انا هقعد احكي في ايه؟ سلام عشان ما يحصلش اتاك، الهارت اتاك هيحصل. سلام.